المباراة ستنطلق بمعطيات الذهاب 5-1 في الذهاب. والحكم هو الجامبي بكري قسمة اللي دار مباراة سوبر سبورت يونايتد والنجم الساحلي في جنوب افريقيا فوز النجمة 4-1. ودار مباراة القمة في تصفية الكان مصر تونس في مصر 1-0 فاخر الدين بن يوسف الروش. هذا الحكم حكم اولمبي في لندن 2012 وحكم مونديالي في البرازيل 2014. 0-0 وخطأ موجود لمصلحة نادي الزمالك. وهنا ممكن اعتداء، هنا ممكن اعتداء وفما ورقة، فما ورقة حمراء، فما ورقة حمراء لعلي جبر، ورقة حمراء لعلي جبر بالكوع. بكري قسمة احسن حكم في افريقيا في هذه المواسم والسنوات، الحكم اللي دار نهائي الكان بين غانا والكوت ديفوار، يطمن كل جمهور النجم الساحلي ويقول ليتوال ان شاء الله اليوم باش تمشي حتى بالربح في استاد القاهرة. 8 سنين بعد تجاوز الاهلي ممكن جاء الدور على الزمالك. ماذا يفعل علي جبر؟ ماذا يفعل علي جبر؟ الزمالك مضغوط. هذه نتيجة كتابات الأربعة في حجرات الملابس يا جيزوالدو يا فيريرا. استعمال كوع هاي قدامك، هاي الضربة، هاي الوحدة باهي شوية زود فيها بغداد بنجاح. وهذه الكرة أمامك لك الكوع موجود، كوع موجود، نية الضرب موجود، يعني ما تحكيش ضربه في أنفه ولا ضربه في خشمه ولا ضربه في فمه. اضرب علي جبر كانت زايدة منه بالفعل، ممكن كان ورقة صفراء. الحكم بكري قسمة يعطي ورقة حمراء لعلي جبر مخالفة للنجم الساحلي. ومبروك علينا البداية هذه ومازال كرة تمشي لفريق النجم الرياضي الساحلي. من كان يرى الزمالك يقدر أنا نقول له ما يقدرش، ومن كان يراهن على رباعية في مرمى النجمة فهو موهوم، ومن يرى المباراة الآن مصدوم، ومن تابع الحمراء أكيد هو مغروم. شوف الضربة موجودة، الضربة موجودة. علي جبر يتحمل مسؤوليته والكرة تبقى بحيازة النادي الأبيض. ديتاي جزئيات تأثر على المباراة. شفنا الإقصاء في أول 5 دقائق، هنا خطأ من الدفاع مش ممكن، كرة عرضية خطيرة والتسديد والهدف الأول. 1-0 محمود كهربا، 1-0 محمود كهربا. قل التركيز للقطة وكهربا يسجل الهدف الأول. خطأ فادح في دفاع النجم الساحلي ويهدي حماسة لجمهور الزمالك لمحمود كهربا اللي نور في دقيقة 11 صاحب القميص رقم 11 يسجل الهدف الاول. شوف الكرة خطأ كبير في الدفاع. ايمن حفني قلت باش يكون مستقبل كبير، هنا خطأ من عليا. تمشي الكرة العرضية يلعب كرة في الدفاع. 1-0 على طريقة كهربا. هدف اول في دقيقة 12. يلزم انا اهتزش، قلت انه نجم الساحلي مازال ما دخلش في الماتش، مازال مربوطين شويه. وهدف ملعوب، كرة لكهربا العاصمة الجنبية أحمد حمود. إذا التغيير ويدخل كوفي، يدخل كوفي بديل حمودي. و5 تعادلات، حقق ثنائية غايبة من 27 سنة في تاريخه. خطيرة، رد بال الكرة فيها تسلل والدفاع وخطيرة جدا والكرة فيها تسلل تهز الراية عاد. كرة خطيرة جدا والله يخبلوا بعض. فما تسلل واضح. ارفع الراية، ارفع الراية. تسلل واضح 2 متر على اخر مدافع صدام بن عزيز. ها كرة ستعود لفريق النجم الساحلي بالراس لبريجي. البريجي يضغط صن فوت يا بغداد. كوفي حط له كرة باهية، كرة خرجت سيد الحكم. الحكم قال العب وبغداد مقاتل لم اخطأ عندما سميتك الكيلر يا ابو نجاح. كرة خطيرة جدا. النجم الساحلي موجود في الهجوم، هذا مهم جدا. 25 دقيقة، 25 دقيقة، نتيجة 1-0 للقلعة البيضاء. شوف بغداد بونجاح ملا روح 3 مواجهات. كرة عن طريق باسم مرسي، يمشي باسم مرسي وكرة اوت. الحمد لله، الحمد لله. كرة خرجت برا على فريق الزمالك، محاولة بدون نجاح وكرة تؤمن من البلبولي. ان شاء الله مازالوا المباريات يا بلبولي. العب الكرة، اربح ثواني، شوية لحظات ولكن مش برشا. نلعبوا برشا ذكاء الان
فما فاولات قاعدين يشدوا في الكرة. بركة يثبتوا الاولاد وتثبت ساقيهم وتصح. كرة لنقاز وكرة من حمدي. كرة كانت خطيرة، كانت كرة خطيرة للنجم الساحلي. تغطية موجودة، برافو. تتوقف المباراة مرة أخرى. هذه هي صورة المباراة الآن في استاد بتروسبورت. الزمالك ما زال يتقدم بهدف، هدف كهرباء في دقيقة 11. هو النجم الساحلي في مجموع المباراتين يتقدم حاليا 5-2. إقصاء لرضا الجدي على ما يبدو، إقصاء لرضا الجدي بالفعل. هكذا هي الصورة حسب الآن. شوفوا أيضا في الدكتور جلال كريفة اللي كان في البعثة اللي خرجت نهار الخميس من استاد من مطار قرطاج، نائب رئيس الجمعية. لابد من التركيز في آخر اللحظات. إقصاء لرضا الجدي. ترجع الكرة ان شاء الله. وصلنا والحكم الجنبي بكر قسم يزفر يريحنا في نصف المشوار في انتظار الشوط الثاني. شوط متوتر، شوط الاجواء فيه مشحونه، شوط في برشا اخطاء من نجم الساحلي في الوقفه، وخاصه فما تسرع وفماش كره صحيحه. طولنا برشا اللعب على بونجاح. في المقابل دفاعيا ممكن سلكنا امورنا، لانه باستثناء خطا البريقي جايز في الكره دفاعيا الامور ماشيه والزمالك مش لاقي مساحات. هذا التحليلي، تحليل هيثم فاروق وسمير السليمي على بعد لحظات مع الزميل ماجد الشاجعي. الكونفدريشن في السيمي فاينال 1-0 للزمالك. الهدف بامضاء كهرباء في دقيقه 11. تقبل كبير برشا ليتوال ذكرني بجيراسيون 2006 2007. يهرب بغداد بونجاح كاد يمر من هنا، والزمالك يستنشد بالاسم مرسي ما يعديش. اضرب الكرة ايش تعمل؟ وكرة وفيها ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء. يقول الحكم الجنبي بكري قسمة. هذه الكرة الأخيرة عمار جمل فما لمسة. يقول الحكم الجنبي هذه الكرة الصورة أمامك لحد الآن ما فما شيء، وهنا الكرة مع عمار وفما بينالتي وفما انذار. فما ضربة جزاء ضد عمار الجمل، وإذا أعطاه ورقة صفراء يولي يغيب على الماتش الجاي في حالة التأهل إن شاء الله. مش ممكن توا باش تصعب اللعبة برشا. توا التغييرات يا فوزي، توا التغييرات يا فوزي. كهرباء وبلبولي. محمود عبد المنعم الشهير بكهرباء يحب يقرب الزمالك من النتيجة التاريخية. يمشي كهرباء ويحط الهدف الثاني لنادي الزمالك. 10 دقائق لعب الشوط الثاني. ليتوال لحد الآن أسوأ مباراة إفريقية ليه هذا الموسم. 2-0 للزمالك عن طريق كهرباء، 2-0 للزمالك عن طريق محمود كهرباء. صعب الثنائي في المباراة حتى له في الوسط. نعرفوه بلبولي ماهوش قوي برشا في ركلات وضربات الجزاء. صار يعني لعبها سامبل برشا كهرباء. و 2-0 بصراحة ما يجيش، لأنه نادي الزمالك يلعب 10 راهو. كرة عن طريق مصطفى فتحي خطيرة. الهدف الثالث خطأ فادح بين عبد الرزاق والبلبولي، والنتيجة 3-0. الآن الزمالك في وضعية أقوى للتأهل بصراحة. مش ممكن. مباراة تاريخية ذهابا وتاريخيا عودة، ولا واحد كان يصدق. 3-0 للزمالك في 70 دقيقة. يلعب بنقص عددي منذ الدقيقة 5. نجم الساحلي ما جاش للقاهرة. 3-0 لنادي الزمالك. فرحة هستيرية. تمشي كرة من عليا، يدخل عليا، يشوط عليا والكرة بعيدة. ضربة مرمى
هذه الكرة، شوفوا الكرة الأخيرة غازي عبد الرزاق، هو هدف أون جول ضد مرماه. مصطفى فتحي قلت لك عنده يسار خطيرة. شوفوا الكرة، هو هدف ثالث أكثر من راقدة. تمشي كرة بنجاح وفما خطأ، فما خطأ لمصلحة الشناوي، فما خطأ وانذار على الشناوي، فما انذار على الشناوي، فما انذار على الشناوي، وفما ضربة بالنسبة لبنجاح. هذه الكرة الأخيرة هذه لقطة ممكن فيها روح رياضية كبيرة بين حازم إمام وبنجاح. مباراة نهايتها صعبة جدا، ولا واحد كان يتصورها بهذه الطريقة بهذا الشحن. غريب اليوم النجم الساحلي اللي يلعب ب10 ملاعبية منافسه الزمالك. ورقة صفراء أقل شيء. يمشي بن عمر، بن عمر بنجاح، بنجاح يمشي بالكرة لبريقي، لبريقي عليا لبريقي، شوط والحارس شناوي يخرج كرة في الانتر. نقاس يحط كرة، نقاس بنجاح والكرة تضيع بين بنجاح ولبريقي. غريبة الإطوال تأتي في الماتش للزمالك. ترميش روحك يا غازي، يرجع بالكرة خطيرة جدا وكرة برا ستار. كرة خطيرة جدا، فنيا الزمالك يتفوق فيش كلام. شوف باللمسة خرج زوز 3 ملاعبية من الكرة للأخرى. حازم إمام خطيرة برشا وكرة على القايم، وركنية. شوف الكرة الأخيرة والركنية. تمشي كرة نادي الزمالك، خد بالك عديله اوه والحارس بلبولي يتصدى. ترجع كرة مصطفى فتحي، شوفك جاست تكنيك وكل كنترول، وشوف المراوغة والكرة والدفاع. شدوا كرة اخر دقائق على الأقل. ترجع كرة مرة أخرى لفريق الزمالك، كرة وتوزيعة خطيرة برشا وراسية، ويا الله مرت سليمة كرة باسم مرسي وكرة التأهل للزمالك ضاعت. عمل الزمالك ما طاب له واشتهى في الشوط الثاني. ورا ترجع عن طريق الحارس البلبولي. هذه الكرة الأخيرة كانت قريبة، شوف ماخذ 3-4 متر وحده وراحته يوزع ضربة راس سابق الدفاع، والكرة فيها حظ للنجم. حازم إمام قدم له وبلبولي وكرة رائعة من البلبولي، وكرة ركنية لنادي الزمالك، 4 دقائق والبلبولي يفسخ هدف. تمشي كرة لفريق الزمالك، توزيع كرة خطيرة برشا نادي الزمالك، وبالراس عمار يلا بنجاح متسقيك ونهاية المباراة. ولكن كم كنت سيء يا نجمنا اليوم، كم كنت سيء يا نجم الساحل.